الخير، انا هشام مدرب منتخب مصر للسباحه بزعرف، وكنت احسن سباح على مستوى العالم في عام 2008 واحسن مدرب في العالم 2023. انا حنان محفوظ لسه مخلصه دلوقتي كورس تحقيق الاهداف. انا هويدا حسنين استاذ في علوم القاهره. انا ادهم خالد. وهاد صلاح من اليمن، دكتوره صيدلانيه. انا اسمي أنير دين من جنوب السودان. انا اسمي عاصم احمد وحضرت كورس تحقيق الاهداف في مركز بايو سبيس مع دكتور اسلام. انا اسمي اماني بدر، مهندسه معماريه ولايف كوتش. اسمي عبد المجيد. انا اسمي عباس. انا موجود هنا في باي سبيس مع دكتور في اكتر من كورس المحفزات والشغف. تجربه استثنائيه جدا يعني، بصراحه انا مش قادر اعبر عن جمال الحاجه ازاي، مش قادر اوصفها من كتر جمالها يعني. انا في رحله اكتشاف نفسي بقالي فتره، ولكن حسيت ان انا خلاص وصلت بنسبه كبيره اللي انا بدور عليه. الكورس بيتكلم عن محاور مهمه جدا في حياتنا. عندك بوستة حياتك وانت بتتحرك، معظم تحركاتنا كانت للاسف عشوائيه، مش عارفين ليه نجحنا قبل كده. النهارده انت معاك خريطه وبوصله لنفسك وانت بتتحرك، عشان نجاحاتك ما تبقاش عشوائيه او ما تبقاش عارف اسباب نجاحك اللي حصل قبل كده ايه. لا بالعكس، انت لما عندك ريفرنس ترجع له تقدر تقيم نجاحاتك اللي حصلت، وباذن الله ربنا يكرمك تقدر تحققها على طول، ما يبقاش الموضوع صدفه يعني زي ما بنقول يعني. طبعا هو كورس مهم جدا، وطريقه الشرح نفسه بتاع الدكتور اسلام كانت مختلفه تماما، لان كان عندي مشكله من قبل الكورس ده ان عندي بلوكج في تحقيق الهدف بتاعي، برغم ان انا عندي افكار كتير بس انا مش عارفه احققها ازاي ولا عارفه اسعى لها ازاي. فالكورس ده جه في الوقت المناسب اللي فعلا فتح لي فيه الافكار ومبسطها لي بطريقه سهله ان هي توصل لي المعلومه ان انا ابدا اشتغل ازاي بقى على الاهداف دي واروح لها ازاي واسعى ليها ازاي. بدات الكورس بتاع تحقيق الاهداف مع دكتور اسلام. ده بالنسبه لي كان طفره كده في الوعي بتاعي. انا كنت داخل بوعي الحمد لله كويس، بس فوجئت ان في اساس للوعي ده. حطيت النقط على الحروف. بالنسبه لي الموضوع بقى اوضح، خصوصا ان انا اول مره كمان اسمع العلم ده. فرق معايا لدرجه ايه؟ لدرجه ان لا، ده البشر كلهم محتاجين يفهموا اللي هو انت مين، انت فين ورايح فين. الواحد يبقى بيعرف يتحرك، عارف القبلة بتاعته او الاتجاه بتاعه. هو بالنسبة لي الكورس ده عامل زي ان انا بدور العربية وعارف انا رايح فين. اللي ما خدش هو الكورس ده عامل زي اللي بيدور العربية وسارح كده ومش عارف هو رايح فين. دخلت كورس تحقيق الاهداف وبصراحة استمتعت فيه كتير قوي، من احلى الكورسات اللي دخلتها. وكل كورسات دكتور اسلام فظيعة، وكل مرة بتعلم معلومات اكتر وبعرف حاجات اكتر واكتر. بس هذا الكورس تحقيق الاهداف عرفت المحفزات بتاعتي ايه هي وشغفي ايه هو. دائما بنتوه في الحياة وبنحاول نعرف احنا عايزين ايه بالضبط، ونكون تايهين كده ومش عارفين اي حاجة. فالنهاردة كان اخر يوم في الكورس، وبصراحة يعني حاجات كتير عن نفسي وعن اهدافي وطموحاتي وشغفي وايه الوقود او المحفزات اللي بتوصلني للحاجات دي عشان تتحقق. انا جيت لبايو سبيس في برنامج تحقيق الاهداف ما بين المحفزات والشغف. تعلمت فيها حاجات كتيرة، فحقيقة الكورس دي تعلمت فيها حاجات تانية اللي هو ما عرفت فيها شغفي وما بين الشغف والمحفزات وشغفي في الأهداف والمفاهيم والاتزان والسعي وحاجات كتير. بجد الكلام مش بتوفي، كأني لسه بتولد من جديد، حياتي بتتشقلب، بوصل لمرحلة أكثر عمقا بكتير من إن أنا كنت فيها قبل كده، لدرجة إن أنا بحس كأن أنا قبل ما أحضر الكورس بني آدم وبعد ما حضرت واحد تاني تماما، لدرجة إن أنا ما أعرفش بيبقى فيه ربط بينهم إزاي، مش عارف إيه العلاقة اللي بينهم. هو يكفي إن الكورس ده بس فهمني بعض الحاجات عني في المحفزات الشغف. بالنسبه لي ده اللي خلاني فاهم انا ليه في بعض الاوقات في حاجات بتحفزني وحاجات تانية لا، بدون ما اقول ولا كلمه. مجرد بس لما اتعرف الحاجات بتاعتي طبقا لحاجه اسمها البصمه الكونيه بتاعتي، ببقى عارف الحاجات. كأن الدكتور لما بيتكلم عني كأن انا قعدت اشرح له طول حياتي، او انا كنت عايش مع الدكتور من اول ما اتولدت، وبيقول لي كمان ايه الطريقه اللي اقدر اتصرف بيها في حياتي عامه، وايه اللي بيشجعني او ايه اللي بيحفزني، بجانب كمان ايه الشغف اللي انا هوصل لمرحله ايه بالظبط. اعتقد من اعظم الحاجات اللي شفتها في حياتي عامه. اخدت كورس تحقيق الاهداف بين المحفزات والشغف لدكتور اسلام. طبعا كورس نور لي حاجات كتير جدا جدا في حياتي، خلاني اعرف ايه اللي المفروض يحفزني في الحياه، يعرفني ايه اللي يخليني اتجه في انهي اتجاه. لان اغلب الناس دلوقتي حاليا ماشيه وخلاص، مش عارفه هي متجهه لفين، رايحه لفين. فلما اجي في مكان في كورس واحد اعرف المفروض انا ايه وجهتي، ايه الديستنيشن بتاعي، واعرف ايه اللي ممكن يحفزني ويموتيفيتني ان انا اوصل للهدف ده من مجرد كورس. طبعا
طبعا ده يعني حاجه رائعه جدا. تحقيق الاهداف اللي هو بين المحفزات والشغف كانت تجربه لطيفه جدا، مع اني برضو ما كنتش لاقي وقت ان انا اجي، والحمد لله يعني ما ندمتش خالص ان انا سبت كل اللي ورايا. خطير الموضوع بالنسبه لي انا، مهم جدا وافكتيف قوي، يعني ما اقدرش انصح بيه اي حد الا اذا كان كل واحد عارف هو ايه اللي ينقصه. يعني فكره ان انت تاخد كورس في مكان وتستفيد فيه باعلى درجه او بدرجه عاليه جدا دي بتعتمد على حاجات كتير، منها وعي اللي بيديك الكورس، الاجواء اللي انت بتحضر فيها الكورس، وكمان مجهودك وسعيك في الكورس. الكورس ده مختلف، الاسم بتاعه تحقيق الاهداف، هو طبعا اسم مختصر شويه، بس ممكن يكون اللي احنا اتعلمناه جوه الكورس ابعد بكتير واعمق بكتير واهم بكتير من تحقيق الاهداف. بس هو احيانا المشكله ان انت ممكن توصل لهدفك وفي الاخر ما تبقاش مبسوط، او تحس ان انت مش راضي عن الهدف ده، يبقى انت كده كنت ماشي غلط، او يبقى الهدف اللي انت كنت بتحققه ده او اللي بتسعى ان انت تحققه مش هو ده الهدف المفروض تسعى له. فبنخش بقى في قصه اللي هو انت ازاي تسعى، او بمعنى اخر يعني السعي بوعي، ان انت بتسعى في اللي انت تحقق الهدف اللي المفروض اللي انت تسعى له، مش اي هدف وخلاص. ودي طبعا بتاخد مننا يعني مجهود كبير جدا في الكورس. انا استفدت في ان انت عرفت معلومات كتير جدا، انا عرفت معلومات كتير جدا واستفدت حاجات كتير جدا، بس بشكل بسيط. تبسيط المعلومه وصلت لي بشكل بسيط وبشكل يسهل ان انا استوعبه ويسهل ان انا افهمه، وفي نفس الوقت بتبقى فيها امكانيه اللي انت تطبقها في حياتك اليوميه وفي حياتك العاديه. مفيش اهم من الانسان يبقى دايما حاسس ان هو باور، عنده طاقه، يقدر يشتغل، يقدر يعمل اي حاجه. فالجزء الاولاني من الكورس بيتكلم عن المحفزات بتاعتك، المحفز بتاعك ايه علشان تقدر تعمل اي حاجه. الجزء الثاني من الكورس بيتكلم عن شغفك ايه، الشغف اللي انت وصلت له ايه. بعد ما بيبقى عندك الطاقة ديك وتوصل لتحقيق الهدف، ايه المفروض اللي انت تبقى عليه او ايه اللي انت بتسعى ليه في نهاية المطاف او في نهاية الرحلة بتاعتك. والدكتور بيشبه ده بحاجة اسمها الطيارة، ان الطيارة بتطلع من المطار وتوصل لمطار تاني، طبعا في استمتاع برحلة رهيبة واستمتاع برحلة ممتعة. لو انت حاطط الوقود بتاعك مظبوط وفي اتجاهك مظبوط والوجهة بتاعتك مظبوط. اكتر حاجة شدت انتباهي في الكورس الآية الكريمة اللي الدكتور قالها، الدكتور اسلام، ولكل وجهة هو موليها. فبتعرف جدا معنى الآية دي وبتعرف انت الوجهة بتاعتك المفروض تبقى فيها. دكتور اسلام طريقة شرحه سيستماتيك جدا وبسيطة جدا وسيمبل جدا، وانا ابتديت من كورس تاني افهم ان في بروسيس هو ماشي بيها. البروسيس كانت جديدة عليا، ولكن فعلا المعلومة بتوصل وبتثبت وفي اكشن بلان من وراها كده. شخصية جماعة جميلة جدا، فعلا هو محاضر متميز، عنده قدرة لتوصيل المعلومات بسهولة جدا، ما بنتوهش معاه خالص. وكان رزق جميل جدا ووافر من ربنا انه وفقني ان انا احضر الكورس ده معاه. ما شاء الله على دكتور اسلام، الشرح بتاعه بسيط ومناسب لوعي كل الناس، بيعرف ازاي يكلم كل واحد بالوعي بتاعه، وكلامه بسيط ومفهوم للناس كلها، سواء بقى خد كورسات قبل كده معاه ما خدش كورسات معاه. عجبني برضو ان هو بيرجع لحتت في كورسات تانية وبيفهمها بالديتيلز، مش اللي هو ارجع للكورس كذا وبس، لا هو بيفهم شوية، ولو عايز بقى كل الديتيلز ارجع للكورس. فالحمد لله كنت برضو بفهم شوية حاجات كده من اللي بيرجع لها من كورسز تانية. دكتور اسلام عنده طريقة حلوة للوصول لكل شخص بعقليته، بيعرف يشرح كويس قوي ويدخل لنا المعلومات بسلاسة، وخاصة انه دكتور اسلام ما شاء الله عليه مميز جدا جدا في الشرح وما بيبخلش على حد خالص يعني بأي أسئلة. لا هو ما شاء الله يعني شرحه وافي جدا، وبيعرف قوي يفهم السؤال اللي موجه له ويجاوب عليه بطريقة مش بس تخليك تنسى او تفهم السؤال، لا يعني نسيك كمان ايه اللي انت كنت عطلان فيه، وتوضح لك حاجات تانية ممكن ما كانتش تكون على بالك في اطار الاجابة. يعني طبعا الكورس ده مهم جدا للناس كلها، مهم جدا في الشغل، مهم جدا في العلاقات، مهم جدا في الحياة في العموم يعني، فانصح بيه اي حد بصراحة. انا حضرت كورسات كتير في المركز ده، وانا بنصح اصحابي القريبين ومش القريبين كمان انه يحضروا الكورس دوت، لانه هيفيدهم جدا جدا في حياتهم، خاصة ان كلنا عندنا اهداف كتيرة ونفسنا نحققها. فلما تعرف شغفك وتعرف محفزاتك هتعرف توصل للهدف بسهولة من غير ما يكون في تكسير كتير في الرحلة بتاعتك في الدنيا دي. اي كورس هنا في المركز ده
هيستمتعوا جدا لان الرحله معاهم جميله جدا. اريكومند حاجه زي الكورس ده مثلا لاي حد تاني؟ انا حاسس ان انا بدات اعمل كده اوريدي من تقريبا تاني يوم في الكورس، عشان انا تاني يوم كنت قاعد في الكورس مذهول، يعني ذهلت في جوه من المعلومات الموجوده في الكورس. لكل واحد تايه ولا ضايع ولا عارف ايه شغفه او طموحاته او اي شيء في دي الحياه، انه يسجل مع دكتور اسلام، وان شاء الله بعد كده هيحقق كل حاجه عايزها. انا بوصي انه انت عايز تستفيد بجد تعال بنفسك واحضر وتعال جرب التجربه، لانه انا مجربه شخصيا وتعلمت منها حاجات كتير ومش لاول مره بالنسبه لي زي ما قلت لكم. انا انصح الناس كلها، يعني هي يعني انا حاجه زي كده المفروض الناس تدرس في المدارس، او يبقى حاجه الناس تاخدها من اول ما تتولد عشان يبقى فاهم حياتك ماشيه ازاي، لان هيرد على تساؤلات كتير قوي قوي انت بتسالها في حياتك. انا ليه عطلان هنا؟ يعني ايه المشاكل اللي بتقابلني؟ وده هو ده اللي انا انصح اي حد بيه. فانصح كل الناس انها تحضر الكورس ده. يعني كل نفس محتاجه ان هي تتعرف على نفسها وتتعرف على اللي حواليها، ولو هنصح حد طبعا هنصح ناس كتير. يعني الميزه في باي سبيس ان الحاجه موجوده اونلاين، فتقدر ترجع لاي بوينت عندك عايز تراجع التاكيد بتاعها عليها، او اي مثلا تمرين حصل جوه الكورس عايز ترجع تفتح تمرين تاني وتعيده بيكون موجود يعني على الويب سايت على الاكونت بتاعك. والميزه في باي سبيس انت لو حابب تحضر راوند تانية انكلودد جوه نفس الباكج بتاعتك بتحضرها فور فري، فدي حاجه مميزه جدا مش موجوده في معظم الاماكن يعني. وكون ان هو مسجل برضو فدي حاجه حلوه جدا الواحد يرجع لها تاني، برضو يعمل ريفرش للمعلومات تاني، يبدا يعرف ان هو ماشي تمام اون تراك ولا لا. واتمنى طبعا ان انا ارجع تاني اخده، كل اعاده فيها افاده، فدي بتبقى حاجه ميزه حلوه جدا برضو هنا في باي سبيس. يعني بتاخد نسخه مسجله تقدر تعيدها تريليون المرات كمان في اي وقت انت تحبه، بلس انك ليك بجانب المره الاولانيه انك انت حضرت الكورس ده، ليك كمان اعاده تانية بويف تانية بطريقه تانية مختلفه جدا، لان دكتور اسلام اساسا مبدع. يعني فكره ان الكورس مسجل او في اعادات ليه فري اتندنس، يعني دي حاجه حلوه اصلا، لان ممكن احس ان في حاجات فاتتني، في حاجات انا محتاج احضرها لايف، في حاجات ممكن ما تناسبنيش كمواعيد فاحس ان انا عايز احضرها اونلاين. فكل دي تولز بتزود الكونفينينس او الراحه لينا احنا، فطبعا هي حاجه حلوه جدا. مع ان انا مثلا النهارده كنت متاخر فقدرت افتح اللايف والكورس شغال، ولما جيت اللي هو ما فاتنيش كتير، وبرده لو فاتني ممكن ارجع للموضوع، فدي حاجه بيرفكت يعني. الكورسات كمان الحاجه الجميله جدا بروح فيها اونلاين بحضرها وبراجعها، وكمان يعني عندهم الجدول السنوي كلها للكورسات اللي هو للتدريبات دول، انت بتجي وتحضر كمان اعاده ومجاني، وكمان يعني مرات انا بحضر فيها لايف وبجي على المكان بنفسي، مرات لو بعيد ومشغوله مش قادره اجي بنفسي بحضر لايف. فدي يعني حقق لي فرص كثيره، فيعني اتاحت لي فرص كله بما اوتي بها، فعشان كده وتعلمت منها حاجات ومشيت عملت جزء في التمارين دول عملتها على طول المره اللي فاتت. انا النيات والحاجات يعني تعلمت فرقت معايا جدا. يكفي كمان ان الكورس الميزه فيه ان انا اقدر احضره تاني، يعني ان شاء الله لو في معلومات جديده انا هقدر احضرها تاني. والميزه كمان ان هو كمان بيتعرض موجود على الموقع ان انا اقدر اعيد على المعلومات تاني من الاول، لان ممكن ساعات واحد بينبهر بمعلومه بيتنح شويه بيروح منه بعض الشرح عشان الانبهار الواحد بيمر بيه، فاقدر ارجع على المعلومه تاني عن طريق الموقع. ونفس الوقت برضه باي سبيس بتقدم حاجه حلوه جدا انها فرصه اعاده الكورس تاني، ان انا احضره مره كمان فور فري، فدي حاجه هايله. وكمان اخلي قرايب الدرجه الاولى انهم يتفرجوا معايا على الكورس، فدي حاجه ممتازه بصراحه، يعني مبسوطه جدا جدا. حلو قوي الاوبشن ان الكورس مسجل، ده يخليني اقدر لو نسيت حاجه اشوفه. وكمان حلو قوي ان في اوبشن ان احنا نقدر نخلي قرايبنا من الدرجه الاولى يتابعوه معانا عشان يريحونا. يعني تاخد كورس وبعد ما تاخد كورس انت ممكن تنساه، ممكن ما تطبقش، لكن الميزه هنا ودي لمستني كتير ان انت الكورس مسجل، فانت ممكن ترجع له في اي وقت، ودي حاجه طبعا كويسه جدا. بس مش ده برضو المهم، اهم حاجه ودي لمست قلبي جدا ان انت لما بتاخد الكورس عايز تفيد اقرب الناس ليك، بيسمحوا لك ان انت تعمل شير مع اقرب الناس ليك اللي هم الدرجه الاولى من الاقارب، زي اخواتك زي اولادك. والميزه دي انا بصراحه ما شفتهاش في مكان دي، ان انت تعمل نشر للمعلومه وتترك اثر مع الناس دي بشكل علمي يفيدهم وشكل طيب تترك فيهم اثر طيب. انا حابب طبعا اخد التجربه تاني مع باي سبيس في كل ان شاء الله الكورسات اللي موجوده، مش ده بس، وانصح الناس كلها ان فعلا ما تفوتش فرصه كبيره جدا على نفسك هتكتشف الكنز اللي جواك مدفون يعني فعلا. شكرا جدا يا دكتور بجد،
ميرسي على كل حاجه، ودي فارقه معانا جدا في حياتنا، في شغلنا، في كل حاجه صراحه يعني. وككورسز بقى فان شاء الله من هنا بتبدا بقى الرحله مع باي سبيس. انا مبسوطه قوي اني انا عملت التجربه، مش اول تجربه ليا، خلاص بيت يعني جزء من الفاميلي بتاعتهم. وانا كنت اصلا جايه ناويه احضر كورس واحد هنا، مش عارفه ابطل اخد كورسات، وببتدي في واحد بخش في التاني ومش هبطل خالص يعني. شكرا ليكم. احب اعيد التجربه واحب اخد كل الكورسات، لان انا بقيت شغوف بالتعلم، خاصه ان هو بيأكد لي علاقتي بربنا وتعرفي على طباعي وبصمتي وشخصيتي، وبيصحح لي ورقتي بمعنى اصح، بيخليني عارف ان انا اون تراك وماشي مظبوط، مش محدش يقدر يهد افكاري او لما يلومني يخليني ارجع لورا ومش عارف قيمه اللي عندي. طبعا احب اكمل واعرف كل حاجه عشان ده بيخليني قادر اكمل عموما. تركنا شكر دكتور اسلام لله، لان هو اللي بيعمله ده عمل عظيم، هو والتيم بتاعه كله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته، ويجعل العلم ده دايما موجود في الارض. تحضرني الايه الكريمه: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فان شاء الله يكون العلم اللي بيقدم ده يا رب نافع لينا وللي بعدينا واللي بعدينا ان شاء الله، اجال واجال. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.